السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل كده وصفه كده حلوه وكلنا بنحبها، وهي زي ما انتم شايفين كده شيش الكباب. هنعمله بطريقه سهله جدا، وكمان التتبيله بتاعته مفيش اسهل من كده، حاجات متوفره عندك في البيت ومش هتشتريها من بره. يلا بقى نساعد ولادنا كده شويه ونعمل لهم حاجه كده ايه نشهيصهم بيها يعني. يلا بينا نشوف التتبيله ونشوف الفيديو بتاعنا من البدايه. هنبدأ ونشوف التتبيلة بتاعتنا هتتكون من ايه. وفي البداية خالص عندي قطعية اللحمة اهي من عرق الفليتو، قطعت قطع كده منها حتة ناعمة يعني وتستوي معايا بسرعة في الفرن كمان. عندي بقى قطيتين وبصلاية وقرن فلفل. الحاجات دي كلها هنقطعها ونحط كوباية مية كده في شفشق الخلاط عشان يمشي مع المكونات اللي انا هحطها كلها كده. وبعد كده هنجيب 3 معالق من الخل وننزل بيهم على الخضار اللي انا حطيته في الخلاط. مش هحط التوابل دلوقتي، التوابل هحطها بعدين. وهنضرب كل الخليط ده مع بعض لحد ما يبقى ناعم جدا. وبعد ما ينعم معايا ويبقى خلاص تمام، هنجيب بقى البوله بتاعتنا ونجيب المصفى ونصفي التتبيله دي. انا مش عايزه التفل في اي حاجه، انا عايزه ميه التتبيله بس، هي دي اللي انا هستخدمها. وهنصفي كده كويس قوي، وهنرمي التفل خلاص مش محتاجينه في حاجه تانية. بعد كده نجيب بقى البهارات بتاعتي. البهارات اللي عندك اللي تحبي تحطيها حطيها، انا حطيت البهارات اللي متكونه عندي اهو زي ما انت شايفه. هقولهم لك برضو سريعا. حطيت كاري، يعني نص معلقه كده من الحاجات اللي انا هقولها دي. كاري وملح وكزبره وفلفل اسود وكمون وثوم وبصل بودر وزنجبيل وقرفه. دي كل المكونات او البهارات اللي انا حطيتها على التتبيله. قلبتها طبعا كويس قوي، وطبعا ما ننساش الملح. بدأت ان انا احط كده اللحمة عليهم واسيبها بقى ساعتين كده حلوين في التلاجة علشان تتشرب من التتبيلة دي. وطبعا محتاجين الخضار اللي احنا شايفينه ده، وكمان عصيان الشيش طاووق. الصينية اللي انتوا شفتوها دي، الصينية دي فيها شوية مية علشان انا هحط عصيان الشيش طاووق كده. وهبدأ ان انا بصوا العصيان حطيتها اهي في المية علشان ما تتحرقش مني لما تدخل الفرن. هبدأ بقى ان انا ارص كده في عصيان الشيش كده. طبعا هننوع ونشكل كده. والطماطم خدوا بالكم انا حاطه الطماطم يعني اللحم بتاعها، انما البذر اللي جوه ده انا شايلاه. هنبدأ نحط كده شريحة بصل، شريحة فلفل، شريحة فلفل احمر كمان، شريحة فلفل اخضر وقطاية. ونحط حتة لحمة، وبعد كده نفس الموضوع تاني. يعني موضوع سهل وبسيط جدا ومفيهوش اي حاجة. اهو لحد ما اخلص عود الشيش كله. واحط يعني في العود الواحد قولي مثلا 3 قطع لحمة عشان تبقى حلوة كده ومشبعة يعني. واول واحد خلاص اهو، اول صباع شيش خلصناه معاكم. وطبعا بحط عليه تتبيله برضو علشان يبقى ايه متشبع كده من التتبيله. وهرصه كده واحطه على الصينيه. طبعا الصينيه في ارضيتها ميه علشان لما تنزل في الفرن ما تعمليش دخنه او ريحه مش حلوه يعني. وهنعمل العود التاني اهو من الشيش. نفس الطريقه برضو نحط قطعه بصل، قطعه فلفل، قطعه طماطم. اهو زي ما انتم شايفين كده حاجه كده زي الفل. هنخلص طبعا كل الكمية بنفس الطريقة. وطبعا لو عندك لحمة ضاني طبعا هتنفع في الشيش جدا، لان هتبقى يعني اساس الشيش او اساس اللحم المشوي هو اللحم الضاني. هيبقى حلو قوي، وخصوصا بقى لو في حتة دهنة كده مع اللحمة تبقى جميلة وملبسة وحاجة كده عظمة يعني. هنخلص اهو كل كمية الشيش كباب اللي معايا. وطريقة التسوية هنسوي في الفرن، لان في كذا حد قبل كده لما عملت فيديوهات شواية بالكهرباء وكده قالوا لي احنا ما عندناش شواية هنعمل ايه. لا، كل حاجة ليها حل، هندخل على الفرن على طول وهيستوي معانا وهيبقى زي الفل. الشيش بتاعنا المرة دي مش هنسويه على جريل ولا هنسويه على شواية كهرباء ولا فحم ولا اي حاجة، هندخله الفرن وهيستوي في الفرن وهياخد لون تحفة جدا. وهنشوفه ان شاء الله لما يستوي معانا. هنسقسقه كده بقى بالتتبيلة بتاعتي من على الوش عشان يتشرب كده، وندخل على الفرن على طول. هيقعد بقى لو الفرن بتاعك حامي هيقعد ساعة ويطلع بالشكل التحفة اللي انت شايفاه ده. تعالوا بقى نجيب بقى عيش التورتيلا اللي عندي، وشوية بصل نحطهم كده وشوية بقدونس. ونبدأ نرص بقى صوابع الشيش الجميلة اللي احنا عملناها دي.
حاجة كده تحفة اللهم بارك. تنفع بقى معاكي في عزومة، تنفع معاكي بقى سندوتشات كده من غير رز ولا مكرونة ولا اي حاجة جنبها. هو الوجبة مشبعة من غير اي حاجة جنبها. عايزة تعملي بطاطس جنبها اعملي، عايزة تعملي رز، اللحمة مستوية هي اللهم بارك، حاجة زي الفل. وصفة جميلة وسريعة وسهلة جدا وتجديد في اكلك. انا عملت لهم سندوتشات كده بعيش التورتيلا، وبدأت ان انا احط على الطاسة تاخد لون كده، وبعد كده قطعتها لهم كده، وبقت سندوتشات شيش، يعني سندوتشات شيش زي الفل. بصوا شكلها تحفة جدا اللهم بارك. يعني حاجة كده احسن من بره 100,000 مرة. هتعمليها لولادك وهتشبعهم جدا وهيفرحوا بيها جدا. وصفة جميلة وجديدة كمان. يلا جربي وصفتنا بقى، وما تنسيش اللايك والاشتراك للقناة علشان يوصلك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.